اتفضل يا عظيمه. اتفضل يا كابتن. هنا شفنا في فاول زي احنا اتفقنا المخرج عذبنا النهارده كابتن احمد يعني قوي. انا خلينا نتوجه بالرجاء للجميع يا جماعه ساعه الصافره المدافع هنا نجح في لعب الكوره و اداها شقلباز احمد سمير زي على رايك زي كابتن على رايك كابتن فتحي سند بقى ادي شقلباز وهنا في تسلل واتفقنا التسلل كان صحيح وقت انطلاق الكوره من اول وهله او الباص الاول ما فيش تسلل ما فيش مخالفه لكن لعبه ثانيه اتلعبت بالراس من في التوقيت ده هنا احمد جعفر خلاص في تسلل وقت. في تسلل قرار صحيح وصائب التسلل موجود من المساعد الثاني حازم ابو الوفا. دي اللعبه ضربه الجزاء. هل المساعد هنا خالد حمزه كان واجب عليه انه يساعد؟ ربما يكون كابتن في قدام منه لعيبه او اثنين لعيبه لكن انا الدور الاكبر الحكم هنا كان لازم يجري باقصى سرعه بخلف اللعيبه. طيب ما حصلش. عتابي الاكبر يا كابتن لو انا الحكم مساعد وشايف ومتاكد بدي ركله جزاء بس واضح ان هو كان شايف انه عبد القادر واخد قرار خلاص. يعني كتير يقول لك خلاص خليه هو يشيلها كابتن. هو يشيلها يعني العرف القديم كده خليه هو يشيلها. لكن انا حمزه مساعد قديم مش جديد. لا هو كان مساعدين كويسين يا كابتن. طيب نكمل اللعبه. هنا ما اعرفش برضه انا كده جايب اللعبه دي يمكن اخراج يعني انا عايز اعرف القرار ايه. يعني مش هتكلم عليه تحكيم. لا ما تعرفش. احنا فضلنا قاعدين مش عارفين القرار ايه. لا ما تعرفش. وبرضه بعد كده لقيناهم بيلعبوا فاول يعني. وبعدين اتعادت 4 مرات مش عارف ليه. مش عارفين يعني القرار ايه. اللعبه مش محتاجه عاده اصلا. يعني حتى لو عدناها مره واحده انا عايز اعرف قرار الحكم ايه. يعني أنا بعد فتره اللعب بيستأنف. انا بص بقى الحاجات اللي بتجنني شوف اسلام عمال يعدل شعره. دي يا كابتن انا جايب انت يعني انا جايب دي عشان اتصور دي شغلته كتير قوي. طبعا شغلها زاد عن اللازم اثناء المباراه. الحاجات دي بتضايقني قوي الحقيقه. يعني الفيون كده يمكن خدت كتير قوي من تركيزه. طبعا والحقيقه مالهاش لازمه يعني مش عادتنا احنا كمصريين. هيزعلوا مني الحقيقه بس انا يعني بيكلموا كابن يا كابتن احمد يهتم باللعب اكتر من كده. طبعا اي حد. هنا الانذار ده كان غامض بعد علاج لعيب وتوقف شفنا انذار تقريبا لاحمد سمير ومش عارفين برضو يعني سببه ايه او في ايه. احنا عرفنا الانذار وبعدين ايه الانذار ورجعنا على الحكم وفضل على الحكم وكلوز على الحكم مش عارفين اللعيب وسبب الانذار ايه. يعني مش عارفين اللعيب وسبب الانذار ايه. وبعد كده الكاميرا جت على عمر جابر. يعني وانت كمعلق بقى مطلوب منك ان عمر جابر السبب هو اللي خد الانذار. الكاميرا جت على عمر بس احنا لما سالنا دي اللعبه بقى الشهيره ودي الاسوأ في هذه المباراه. الحكم اشار ادى فاول الزمالك. اللعيبه الدفعه دي كمان ما يصحش اللي قبل ضربه الراس. لا دي عنيفه جدا. منظر مؤذي جدا. انا خايف بقى انه قرار لجنه المسابقات يساوي ما بين صالح وما بين محمد ابراهيم لانه الكلام اللي هيكتبه محمد عبد القادر في تقريره بيبقى مسلم بيه لكنه يعني انا عايز اعرف يعني هو اللي احنا شايفينه كده لاعب الداخليه بيضرب بالراس. طب هستاذنك هرجع اللعبه دي تاني بس خلينا نروح لمباراه